السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 23 من بودكاست فذكر. والنهاردة هنتكلم عن كنز من الكنوز اللي في ناس كتير بتغفل عنه، وكمان مفتاح الخير والبركة في حياتك، والكنز ده هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بص، تخيل معايا كده إن في حاجة واحدة لو واظبت عليها في حياتك هتكون سبب في مغفرة ذنوبك وزيادة حسناتك وفك كربك وكمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليك يوم القيامة. تفتكر حاجة عظيمة زي دي ينفع نغفل عنها ونضيعها؟ ربنا سبحانه وتعالى نفسه أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره، وقال في القرآن الكريم: قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شفت؟ مش بس احنا اللي بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده حتى الملائكة وربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليه. وده معناه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليه لازم تكون جزء من حياتنا اليومية؟ اول حاجة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون سبب في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. تخيل كده، كل مرة بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا بيردها عليك ب10 حسنات ويمحى عنك 10 سيئات، وكمان بتترفع 10 درجات في الجنة. كل ده بمجرد ان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بالظبط كده، ويضاعف الله لمن يشاء في الاجر والثواب. تاني حاجة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتفك الكرب وتزيل الهموم. مرة واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اني اكثر الصلاة عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ فالنبي قال له: ما شئت. قال له الرجل: الربع. قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف. قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال له: فالثلثين. قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال له: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك. يعني لو عايز ربنا يكفيك هموم الدنيا ويمحي ذنوبك، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث حاجة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون سبب في نيل شفاعته يوم القيامة. كلنا محتاجين النبي يشفع لنا يوم القيامة، وده لأن يومها مش هينفعك غير عملك الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني كل ما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تكون أقرب ليه يوم القيامة، ويكون لك نصيب في شفاعته إن شاء الله. ورابع حاجة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون سبب في استجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لما ندعي نبدأ بالصلاة على النبي ونختم بيها، لأنها بتكون سبب في قبول الدعاء وبتفتح لنا أبواب السماء في استجابة الدعوات. وخامس حاجة، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون سبب البركة في الرزق والحياة. كم واحد فينا بيحس ان الرزق ضيق وان البركه مش موجوده؟ طيب جرب كده انك تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الفرق بنفسك، ودي لانها مفتاح من مفاتيح البركه في كل حاجه في حياتك. طيب ازاي نعود نفسنا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعمل لنفسك ورد يومي، مثلا انك تصلي على النبي كل يوم 100 مره وتردد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، او اي صيغه انت بتحبها في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تلاقي نفسك متوتر أو حاسس بالضيقة، استبدل القلق والتوتر ده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقني هتحس براحة نفسية غريبة جدا وإحساس هيغير مودك للأحسن. وحاول برضو إنك تشجع أهلك وأصحابك إنهم يصلوا على النبي معاك، واحتسب الأجر والثواب عند الله. ويا سلام على كم الحسنات التي لا تحصى اللي ربنا هيكتبها لك بمجرد إنك خليت اللي حواليك يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يا جماعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كنز ما يعرفوش غير اللي مجربه ومداوم عليه. ولو لسه ما جربتش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جرب من النهاردة انك تواظب عليه وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الفرق بنفسك في قلبك وفي حياتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج اوصيكم انكم تشاركوا الحلقه دي، يلا ابعتها لصاحبك وابعتيها لصاحبتك حبا في رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبفكرك ان الدال على الخير كفاعله، ويمكن لما تشاركها تكون سبب في ان حد يسمعها ويحب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بسببك، ويبدا يصلي على النبي ويداوم عليها، وربنا يكتب لك اجرها ويجعلها صدقه جاريه ليك وفي ميزان حسناتك كمان. دمتم في رعايه الله وحفظه، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معكم احمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.